ليست أجمل الأرزاق هي المال فقط، بل أجمل الأرزاق إن ربنا يرزقك سكينة الروح وصحة الجسد ونور العقل وصفاء القلب وسلامة الفكر ودعوة أم وعطف أب ووجود إخوة وضحكة أبناء واهتمام صديق ودعوة محب بالله أو محب في الله. رزقنا الله جميعا وإياكم جميعا هذه الأرزاق، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين إيه؟ طبعا الفيديو بتاعنا النهاردة جميل وفلاحي من الطراز الأول. النهاردة هنعمل أول خطوة في صنع الجبنة والزبدة والقشطة من اللبن. فأنا دلوقتي حلبت اللبن من الجاموسة وجبت حطيته على النار كده عشان أدفيه شوية زي دمعة العين كده، يا دوبك صباعي إيدي تطيقه كده وبطفي عليه النار وبقوم واخداه بقى. انا ما عنديش مكنه فريز، فبروح عند ناس جيراننا عندها واحده يعني عندنا جارتنا عاملاها كمشروع وجايبه مكنه الفريز دي في بيتها، وزي ما انتم شايفين كده هي دي مكنه الفرز بتاعه اللبن. بنروح عندها وطبعا ايه انا مثلا ما عنديش مواشي كتير فمش هضطر ان انا اجيب مكنه بكذا الف علشان خاطر افرز شويه اللبن بتوعي، فطبعا هي بتجيبها وبتسترزق منها واحنا بنروح نفرز عندها. تمام زي ما انتم شايفين كده بالظبط. كل الفيديو متوضح قدامكم بكل حاجه انا بعملها وعملتها معاكم في الفيديو. بنحط بقى اللبن هنا في الحله دي وهو بينزل في العلبه الصغيره اللي قدامكم دي اللي خارج منها ماسورتين، واحده بتنزل لبن واحده بتنزل القشطه، واشرح لكم ده كله دلوقتي على الطبيعه وانا في قلب الفيديو. نتاكد بس ان الحنفيه مقفوله. بسم الله الرحمن الرحيم. بننزل فيها اللبن كده زي ما انتم شايفين، بننزل فيها اللبن. نمسح الحله بتاعتنا ونحطها هنا تحت الماسوره. الشباك جاي فيه بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده حطينا اللبن اهو، ما فتحناش حنفيه ولا اي حاجه. هنقوم بس ايه ندور المكنه بالراحه عشان هي بتبقى تقيله جدا جدا ساعه ما بتيجي تدوريها. في عيني ايوه كده الصوره كده حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بالراحه لان هي بتبقى لسه تقيله جدا جدا ساعه ما بتيجي تدوريها. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ده بتاع الفول عادي مننا وعلينا. بسم الله. ادنا النور اهوت شويه. بسم الله بالراحه خالص خالص اول ما بتيجي تبداي تعمليها. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نسمي الله ونصلي على رسول الله وندعي لاخواتنا في فلسطين وسوريا والسودان ولبنان، ربنا يا رب ينصر مصر عزيز المقتدر ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يكون الصوت واضح وكويس ومظبوط يعني. بسم الله. بسم الله. يا رب تكون فيديوهات اليومين دول بتعجبكم بتنور رضاكم. ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات وتحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش وتفعلوا زر الجرس علشان ايه يوصلكم كل جديد انا بقدمه. بحبكم في الله وربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي.
بسم الله. واحدة واحدة بتلاقي صوتها بدأ يشتغل معاكي، وتحسي ان التروس بتاعتها بدأت تلف وتشتغل. بسم الله. هو في بتاع الملح. ربنا يرزقهم ويرزقنا جميعا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. الناس كلها بتجري على اكل عيشها، الدنيا غلا، ربنا يعين كل واحد على حاله يا رب. طبعا انا كل ده شغاله وما فتحتش حنفيه اللبن، لسه ما فتحتهاش، انا لسه كده بشغل المكنه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو انا جيت ما لقيتش حد خالص، ولسه ما حدش ولا حد قلب في قبل، يعني انا اول واحده، عشان دلوقتي لسه الجو مش ساقع قوي الناس تفرز فيه لبن، مش وقت تخزين القشطه والجبنه وعمايل الجبنه والزبده والكلام ده، لسه بدري. التخزين دوت بيبقى في شهر طوبه وامشير، بيبقوا دول افضل شهور انك انت تخزني فيها الزبده وتخزني فيها الجبنه. بس انا دلوقتي طبعا انا ما عنديش جبنه، فقلت بقى ايه، قعدت ادبق في شويه اللبن اللي انا باخدهم من فلاحه العجله الصغننه، يجي 4 ايام بدبق في شويه اللبن دول، وقلت بقى اروح افرزهم عشان اعمل لهم ايه، جبنه فلاحي كده ناكل منها، لان زي ما انتم عارفين ولادي مش راضيين يخلوني اشتري لهم من بره، ولا اشتري لهم لبن من بره ولا جبنه من بره. الحمد لله ربنا رضانا والجاموسه ولدت وبقى عندنا اللبن، فاحنا ايه، نعمل لهم بقى حتتين جبنه كده ايه يفتحوا النفس. طبعا كل اخواتي وحبايبي اللي طلبوا مني عمايل الجبنه الفلاحي، طبعا ده يعني طلباتكم على دماغي، ولازم ايه اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. سمي الله وصلنا على الرسول كده عليه افضل الصلاه والسلام، عشان ربنا ايه يفرح لنا البركه. نشد ايدينا بقى كده ونشغلها شويه، هي كده اشتغلت اهي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هنفتح بقى حنفيه اللبن، هنفتح حنفيه اللبن بس مش كتير، يعني واحده واحده كده. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هتبصوا دلوقتي مجرد ما اللبن هينزل في المكنه هتلاقوه بينزل من الماسوره بتاعت اللبن دي اللي هي في الحل، والقشطه بتنزل بعديه بشويه في الماسوره دي اللي هي بتاعت القشطه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. يا صالح الحال يا رب. بسم الله بسم الله بسم الله. اهو شايفين اللبن نزل عندكم اهو، اللبن نزل في الحل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. كل ما تشد ايدك كل ما القشطه تنزل جافه وما يبقاش فيها لبن. طبعا اللبن زي ما شفتوا احنا كنا مدفينه في البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. بصوا بسم الله ما شاء الله، القشطه ايه بدأت تنزل اهي. بيضيفوا ايدي شويه عشان ايه تبان ان هي بتنزل اهي. بسم الله ما شاء الله، نازله مظبوطه وحلوه. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. نشد ايدينا بقى، كل ما تشد ايدك على المكنه كل ما الحاجه بتاعتك تطلع مظبوطه. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يبارك في صاحبتها فيها ويرزقها منها خير يا رب. المكنه دي يا جماعه في حد بيجيبها من جيراننا، يعني هي في الشارع اللي ورانا، المنادي ربنا يديها الصحه، وايه واحنا بنيجي نفرز عندها وبنحاسبها بالاسبوع. لان طبعا واحده زي حالاتي مثلا عندها جاموسه واحده او بقره واحده، فمش مستاهل ان هي تشتري مكنه زي دي.
فهي ربنا يديها الصحه ويرزقها جابتها وايه، واحنا بقى اللي عايز يفرز بيجي يفرز عندها وبنحاسبها اخر الاسبوع. ربنا يا رب يكتر علينا وعليها الخير. يا رب ستر ساعتك ورضاك يا كريم. بصوا بقى في المرحله دي بنعمل ايه؟ العلبه دي بنعمل بقى كده، بنقوم بقى ايه، علشان شويه اللبن اللي نزلوا في الحله دول بيبقوا لسه ايه دواره المكنه، فانا باخدهم انزلهم تاني في المكنه، بنزلهم تاني في المكنه كده اهو. ونملى العلبه تاني وندور تاني الايه المكنه، نملى العلبه دي وبعدين نركنها على جنب وننزل بقى اللبن في الحله بقى، ويبقى ده ايه اخر مرحله. لان اللبن اول ما بتدور المكنه بتبقى طبعا القشطه نازله مع اللبن، فلازم ايه نغيره تاني شويه اللي نزلوا في الاول دول على ما المكنه ظبطت ننزلهم تاني ايه يتفرزوا تاني. يا رب يكون واضح معاكم انا بعمل ايه. عارفين لو كان في حد هنا كان هو عمل لي الحكايه دي وانا قاعده بدور المكنه زي ما انا، يعني كان هو فضل اللبن، اي حد من جيراننا يعني بيعمل بيفرز زيي، بتقوم هي مفضيه اللبن وتمسك لي الجردل كده وانا ادور فيه، بس انا ما فيش حد معايا بقى غير ربنا، فبعمل مع نفسي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. دول شويه لبن بقوا مفروضين اهو، بنشطف فيهم بقى ايه المكنه بعد ما بنخلص، بنقوم دلقينهم في الحله اللي فوق دي تاني علشان ايه لو فيها لبن ما اتفرزش ولا حاجه ايه ياخدوا معاها وننزله، ونكمل بقى فريز زي ما. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يا رب يكتر علينا وعليكم الخير ويرزق الناس كلها يا رب، يوسع رزقنا ورزق الناس كلها. يا رب سترك وعفوك ورضاك يا رب. صلوا بنا على النبي واذكروا الله، ربنا يا رب يفرجها علينا ويفتحها في وشنا قادر يكرم. طبعا احنا لسه الصبح بدري. اللي وصل معايا بقى لحد هنا في الفيديو يصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ويقول ربنا يكتر عليك الخير يا ام ايه ويعينك ويقويك على حالك، وربنا يبارك لك فيكم وما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. بصوا انا ممكن عشان القشطه دي ما تطرطش كده ممكن اجيب العلبه دي واحط عليها كده عشان ما تطرطش قوي يعني. القشطه نازله كده اهي باينه كده. يا رب سترك وعفوك ورضاك علينا يا كريم. بصوا بقى ادي الحنفيه بتاعت اللبن اهي، اللبن بينزل هنا زي ما انتم شايفين كده في العلبه الصغيره دي، وبالتالي القشطه بتنزل اهي هنا اهي في البوله اهي. يا رب تكون واضحه معاكم. القشطه بتبقى نازله سرسوب صغير كده، واللبن بينزل في الحله هناك. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. انت بتدوري المكنه كده اهو.
اللبن في الحله في العلبه اللي فوق دي. هنا ده بقى بينزل هنا لو في اي تبنايه اي عفرايه اي حاجه الشاشه دي بتحشها. شايفين انا مش فاتحه اللبن كتير، انا فاتحه الحنفيه بالراحه علشان خاطر لو فتحتيها كتير اللبن هينزل على القشطه، القشطه هتبقى فيها لبن وتاخد وقت معاكي على ما تربط. لو عايزه تطلعيها زبده ما ينفعش تطلعيها بقى، هتلاقي فيها لبن. ممكن بقى تحطها في التلاجة وتسيبيها تجمد يوم اللبن فاصل عن الزبده عن القشطه، فتعرفي ايه تطلعيها زبده معاكي وتطلع على طول. ولازم تكون ساقعه، يعني انا باخدها من هنا كده بعد ما بخلص احطها في التلاجة، على اخر اليوم بلاقيها ايه ربطت وبقت حلوه. طبعا احنا جينا اهوت، انا خلصت كده فريز وجيت، بقوم حاطه جلابيه كده تحت او اي حاجه في المكان ده مكان ده الكنبه اللي عندي في الاوضه. وبجيب حله اللبن كده احطها، بسم الله ما شاء الله، وبعدلها كده. دي اللي فيها القشطه اهي، هعينها عشان اخدها ايه احطها في التلاجة فوق وانا طالعه. خلاص تمام. بس اللبن ده اهو. وبرده اي حاجه عندك اي حاجه تقيله كده اهو تغطيها بيها. احنا الجو بدا يبرد فلازم تغطي اللبن كويس، انما في الحر ما بغطيهوش هو بيروح لوحده. اهو بتغطيه كويس كده اهو، بتدفيه علشان يروب ويبقى روبانه حلو يعني ويمسك معاكي على طول. ده يعني ده ممكن الصبح بكره الصبح ان شاء الله تلاقيه ربط وبقى اللبن بتاعه روبانه حلو، اخده احطه في الحصيره ونعمل احلى جبنه مع بعض ان شاء الله. تقدري تغطي بقى على قد ما تقدري. تمام. ناخد القشطه بقى ايه نحطها في التلاجة. وبكده يا حبايب قلبي يبقى فيديو الفريز معاكم خلص. اتمنى الفيديو يعجبكم وينور رضاكم، تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، اللي حابب يسالني على اي حاجه يتفضل يسالني، يبقى ارد على كل الكومنتات اللي بتجيلي. وربنا يا رب يبارك لي فيكم ويديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله وربنا ما يحرمني منكم ابدا ويديمكم نعمه في حياتي. هسيبكم في رعايه الله. ما تنسوش تحطوا اللايك. بصوا وشي ميه ازاي. اسيبكم في رعايه الله.